النهارده كان يوم من اكتر الايام المميزه عندنا في هالة ترافل، وهو يوم الافطار الجماعي. بدأنا اول افطار جماعي لهالة ترافل في 2021 ومحافظين عليه كل سنه، واجمل حاجه ان عيلتنا بتكبر كل سنه واحنا دايما مع بعض. محظوظ اللي يلاقي في عمره حد. بدأنا الشغل اليوم كله مع بعض من نفس المقر من بدري، وكان بقالنا كتير جدا ما اتجمعناش كلنا مع بعض. وما يتغيرش ابدا عمره، وازاي كده من اللحظه الاولى ليك بصمه في يومي مش معقوله. لو هدي الناس دور في حياتي. وبعد كده عملنا الميتنج الشهري بتاعنا وقررنا افضل موظفين لشهر فبراير. النهارده 15 رمضان، فنص الشهر خلاص خلص، فاللي باقي مش كتير، فايا كان انت استغليت نص رمضان في ايه، فالمهم انك تركز في اللي جاي، عشان اللي جاي اهم بكتير جدا جدا من اللي فات. ما كنتش حاطط لنفسك البلان انت عايز تعمل ايه وتحدد ايه بالظبط في باقي رمضان. اتمنى ان الناس كلها تعمل كده. وبعد كده بدأنا نجهز الفطار. وبعدها صلينا مع بعض التراويح، وبدأنا نجهز لأهم جزء في اليوم كله، وهو دورة هالة ترافل الرمضانية. يلا يا ابني. الدورة السنة دي كانت حماسية جدا، وكل الفرق كانت جاهزة وبتشارك بكل قوة. وأكيد كان في اعتراضات خيالية على التحكيم كالعادة زي كل سنة. في الآخر فازت الفرقة الأفضل واستلموا كاس هالة ترافل لرمضان 2016. الحمد لله كان يوم جميل جدا، وكل سنة واحنا دايما ناجحين ودايما مع بعض.